أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على ذي البيعة الإلهية سيدنا محمد المصطفى وعلى آله آل الرتبة الأولية فيما ظهر من نورك واختفى. العمالقة لا يموتون، العباقرة يحيون ما حيت آثارهم المادية والمعنوية. إن العمالقة يحيون في أفق جبار الترقي، في أفق العبقرية الذي لا يصبر عليه إلا صفوة من عباد الرحمن الذين اجتباهم واصطفاهم وجعلهم أئمة وهداة وورثة لأنوار النبوة المحمدية. لا يصبر عليه إلا أهل الصوفية. فمقياس عظمة كل عبقرية من عبقريات الصوفية هو استعدادها للترقي في المعارج العلوية وطاقتها على تحمل العبودية الكاملة والحب الإلهي الفاتح لباب الفيض الرباني. الشيخ محمد المداني عملاق لم يمت وعبقري لم يمت، بزغ نجمه في الأفق الأعلى فكان قدوة حسنة وأسوة صالحة. استطاع بفضل إيمانه الراسخ أن ينال مجد الدنيا وأجر الآخرة، فقد سجله التاريخ في أنصع صفحاته مع الصديقين والصالحين. ولا بد لهذه الصفحات أن تظل في كتاب مفتوح تقرأه الأجيال اعترافا واعتبارا. صفحات نفتحها في هذه الذكرى 44 لانتقال هذا العلم الشامخ الذي بقي في جبين الدهر غرة وللأنام آية وعبرة. هو محمد المداني بن خليفة بن حسين بن الحاج عمر خلف الله. أمه آمنة بنت أحمد بن عمر رأى النور بقرية قصيبة المديوني يوم 15 فيفري سنة 1888 ميلاديا.
سمي بمحمد المداني تيمنا باسم الشيخ سيدي محمد المداني شيخ الطريقة المدنية الذي سلك فيها والده خليفة المداني رحمه الله، والده الذي توفي سنة 1934. لقد ظهرت على هذا الصبي علامات النبوغ والفطنة، فقد قرأ الذكر الحكيم على مؤدبي القرية محمد الطيف، سالم الطيف، وخليفة منصور، ثم ازدان شبابه بتعلم المبادئ اللغوية والشرعية على يدي الشيخين فرج عياد وعثمان عياد، وصحح الرواية ليصبح بذلك مؤهلا للانخراط في سلك طلبة جامع الزيتونة. وها هو يتحدث بنفسه عن هذه المرحلة: سافرت إلى جامع الزيتونة لتلقي العلوم الدينية والإلهية على يد أئمة عظام، منهم العلامة المبرور شيخ الإسلام الحنفي الشيخ سيدي محمد بن يوسف، والعلامة المبرور شيخ الإسلام المالكي الشيخ سيدي بالحسن النجار، والعلامة المحقق الشيخ سيدي الصادق النيفر، وغير هؤلاء من الأئمة الأعلام والرجال الأتقياء العظام، وكلهم أجازوني في مروياتهم بأسانيدهم. ولم يكن تعامله مع مجريات الأمور تعاملا سطحيا في مرحلة الزيتونة هذه، فقد طالب بإصلاح التعليم الزيتوني، وعليه منعته السلطة الفرنسية من اجتياز امتحان التحصيل. وقد غادر حلقات الدرس بالجامع المعمور وفي جرابه عدة إجازات: إجازة الشيخ سيدي بالحسن النجار المفتي المالكي ورئيس لجنة الامتحانات بجامع الزيتونة تخص جميع مروياته في الفقه والحديث، وأذنه في الإفتاء على المذاهب الأربعة. إجازة الشيخ محمد جمال الأمير مفتي مكة في الحديث والتفسير والبلاغة والعلوم الشرعية. إجازة سيد الصادق الصحراوي تخص قراءة دلائل الخيرات. وقد غادر حلقات الدرس وهو محل احترام المدرسين والدارسين، فقد أتاه الله علما وفكرا وموهبة قلما يدانيه فيها أحد، فكنت إذا ذاكرته في شيء وجدته على ظهر لسانه كأنه انصرف من مراجعته لتوه. فكانت هذه الخصائص مجلبة للتقدير ومجلبة للتبجيل، ومجلبة إلى أن يكون مؤهلا للقاء الأستاذ الجليل سيدي أحمد العلاوي قدس الله سره. سيدي أحمد العلاوي المستغانمي من مواليد سنة 1871، وتوفي يوم 14 جويلية سنة 1934. ليكون هذا اللقاء الحاسم الذي غير مجرى الأحداث وجعل من هذا الشاب اليافع ينغمس في محيطه الجديد متخليا عن مواصلة الدراسة في الجامع الأعظم، منغمسا في لذيذ معاني التصوف، هذه المعاني التي استنشق عبيرها وهو يجلس أمام العلامة المبرور سيدي أحمد العلاوي بعد أن أمن سيد الصادق الصحراوي هذا اللقاء. فقد كان العلاوي يبحث عن من فيه أهلية إصلاح مخطوطه المنح القدسية في شرح المرشد المعين، فكانت الإشارة متجهة صوب الشيخ محمد المداني الذي انبهر بهذا الكتاب واندهش من هذه المعاني الغارقة في العلم اللدني، وطالب من أستاذه أن يعطيه من هذا العلم، فأجابه: هو علم يعطيه الله لمن يصطفي من عباده. فرد عليه بلهفة: خذ بيدي إلى الله. وانطلقت المسيرة من تلك اللحظة، وهو الشيخ محمد المداني يقول في برهانه للذاكرين: وقد كان اجتماعي بالإمام العلوي في عام 28 و300 وألف، ولازمت صحبته لهذا الحين،
وفي بحر هاته المدة زرته مرارا لبلده مستغانم بالجزائر، وأقمت عنده مرة 13 شهرا متوالية، رأيته فيها مثال الاقتداء والاهتداء، سائرا على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، وما رأيته منه في أول زيارتي لجنابه من إرشاد لعباد الله إلى ما ينفعهم في ظاهرهم وباطنهم هو الذي شاهدته منه في جميع زياراتي لحضرته، وكل من جالسه أو صاحبه يرى ما رأيت فيقول ما قلت. وفي الزاوية العلوية لقن الشيخ المداني الاسم الأعظم، وأذن له بالرجوع إلى تونس لإرشاد العباد ونشر طريق التصوف بإجازة كتابية، هذا مقتطف منها. أيها الفقير الفاني المنتسب الرباني محمد بن خليفة بن الحاج عمر المشهور بالمداني، وقد عاشرتنا أياما فأزال الله عنك حجبا وأوهاما، واستفدت منا بقدر ما لك من الرغبة فينا، وعليه فيجب عليك أن تفيد إخوانك من العبيد، فهذه رتبة الإرشاد تطلبك بكل الاجتهاد، فأرشد من استرشدك وصل من قطعك، فإنا أجزناك في الطريقة الشاذلية الإجازة اللفظية تعضيدا لما تقدم لك من الإجازة القلبية. وانطلق الطريق المدني امتدادا من سيد الخلق مرورا بالصحابة وصولا إلى كبار مشايخ التصوف في سند طويل مرتبط متجها إلى المولى بغيته معرفة الله. وانطلق الشيخ محمد المداني في التعليم والمذاكرة في قصيبة المديوني انطلاقا من ضريح الولي سيد المراكشي، إلى أن تيسرت الأسباب وتم سنة 1918 بناء الزاوية، وقد أدخلت عليها تحسينات عدة ولا زالت، لأنها شيدت لله لتكون منارة علم ومعرفة وذكر وصلاة. وشيد الشيخ محمد المداني رحمه الله صرح طريقته ممتثلا لتوصيات شيخه متشبثا به معترفا له بجميله، إذ يقول في بعض الأبيات المتفرقة: وساقي كؤوسها أستاذي قطب العلا، العلاوي غوثنا صاحب المفاخر، فأرضه يا ربنا كي يكون المداني في حماه في الدنيا وفي اليوم الآخر. استمر الرجل في دربه مرشدا موجها بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، مربيا، وقد جمع منهجه في حكمة رائعة. الطريقة لها بداية ونهاية، أما بدايتها فهي المحافظة على الفرائض والعمل بالنوافل حسب الاستطاعة، والتحلي بالأخلاق الجميلة الفاضلة، وأما نهايتها فمعرفة الله تعالى حق المعرفة، والوصول إلى حضرة القدس، والتمتع بلذة الأنس، والغيبة عن عالم الحس، وإن إلى ربك المنتهى. وقد عاش حياة عائلية هانئة شعارها رفيع الأخلاق وصلة الرحم والتحابب والتزاور وإصلاح ذات البين وترسيخ الشعور الديني النبيل في أبنائه وبناته وزوجاته. فقد تزوج بالمرحومة فاطمة الجمالي سنة 1912، وأنجب منها ابنا واحدا سماه حسين، ولد سنة 1917
وتوفي سنة 1918 مع أمه. ثم تزوج بأم الفقراء المرحومة هنونة العتيل سنة 1918. أم الفقراء ولدت سنة 1904 وتوفيت يوم 1 ماي سنة 1990. وأنجب منها أحمد العلاوي سنة 1923 وتوفي سنة 1940. ومحمد الناصر ولد سنة 1926 وتوفي سنة 1936. ومحمد الناصر ولد سنة 1940 وتوفي سنة 1943، رحمة من الله عليهم أجمعين. كما أنجب من أم الفقراء هنونة وما زالوا على قيد الحياة أطال الله في عمرهم: آمنة ولدت سنة 1920، عائشة سنة 1922، فاطمة الزهراء سنة 1928، رقية سنة 1931، خديجة سنة 1933، ومحمد المنور ولد يوم 28 ماي سنة 1937. أدى الشيخ محمد المداني مناسك الحج في مناسبتين: الأولى سنة 1928 على متن الباخرة مع جمع من الفقراء، منهم المرحوم سيدي الحاج محمود النعيجة، وسيدي محمود بالعنوان، وسيدي الحاج فضيل، وسيدي الحاج حسين، وسيدي الحاج سعيد وغيرهم. وكذلك سنة 1955 على متن سيارة نوع تراكسيون معه سيد الحاج مولدي زيادية وأم الفقراء هنونة والشيخ محمد منور المداني، ومعهم على متن الحافلة عدد كثير من الفقراء أمثال سيد الحاج عبد الرحمن النيفر، وسيد الحاج رشيد النيفر، وسيد الحاج إسماعيل الهاتفي، وسيد الحاج محمد الطبوبي، وسيد الحاج الحبيب بن عثمان، وسيد الحاج حسن الزينة، وسيدي البشير ميرا وغيرهم. إن مصدر الطريق المدني هو صدر الشريعة ومنبع الحقيقة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأجدر من أي بشر آخر بأن يحتفى بمولده. وعليه وانطلاقا من سنة 1929 سن الشيخ محمد المداني سنة حميدة، سنة الاحتفال بذكرى ميلاد أمير الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذلك باجتماع الفقراء والذكر والتذاكر وقراءة القرآن وغير ذلك من الأنشطة. وأصبحت هذه السنة سنوية لتصير إلى ما آلت إليه اليوم كظاهرة بارزة وحدث كبير رائع يجمع أهل الطريقة المدنية في كنف الصدق والصفاء والانضباط والنظام. لقد كان الشيخ محمد المداني يستنفذ كل وقته في الخير، إما عبادة بين يدي الله عز وجل، وإما تذكيرا، وإما تأليفا. فمؤلفاته وردت في جمل مكنوزة بالعلم والمعاني، مؤلفات قيمة في الوصول والفروع وأحوال القلوب والآداب والأذواق والمواجيد، مؤلفات في كلام جيد رصين وحكم شافية داعية إلى الله في إخلاص ناصع وإشراق دائم وبيان ناطق، مؤلفات عددها 13 تظهر فيها قوة العبارة وأحكام النسج وجمال السبك في ألفاظ عذبة ومعان صافية، وهي: هدية الإخوان في الإيمان والإسلام والإحسان سنة 1920، الوصول الدينية مخطوط،
سنة 1920. كفاية المريد سنة 1921. تفسير سورة الفاتحة سنة 1921. برهان الذاكرين سنة 1922. منهل التوحيد سنة 1923. اللحظة المرسلة على حديث حنظلة سنة 1924. الروضة الجامعة في تفسير سورة الواقعة سنة 1929. رسالة النور سنة 1950. تحفة الذاكرين سنة 1951. جواهر المعاني في بعض رسائل الشيخ المداني. الجوهر المكنون في البلاغة مخطوط. أنيس المريد في التصوف والتوحيد ديوان وشعر. لقد حاز الشيخ محمد المداني ثقافة واسعة جعلته عبقريا عالما شاعرا مجتهدا، حيث أفتى بزكاة الأوراق المالية، جواز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، غسل الثياب بالشائح، مس المصحف للمحدث، إفطار رمضان في موسم الحصاد. هذا وقد أجرى الله على لسانه بعد رؤية منامية للمصطفى عليه الصلاة والسلام درة نثرية سميت الوظيفة المدنية المسماة بشجرة الأكوان. اللهم صل وسلم على أصل شجرة الأكوان المتفرع من نوره ما يكون وما كان. كما أبدع الأستاذ في أدب التراسل مع مريديه وأستاذه أحمد العلاوي رحمه الله، وكذلك المقالات الصحفية خصوصا لصحيفتي البلاغ ولسان الدين الجزائريتين، وفن الخطابة حيث خطب أمام كل من المنصف باي ومحمد باي، وكذلك الحبيب بورقيبة، موجها أهل السلطة إلى طريق الفضيلة والخير، متمسكا بالشعور الوطني الصادق والغيرة على بلاده. وهذا السيد عبد السلام غديرة مسؤول سياسي سابق يشهد له بذلك. المركزة على المبادئ الإسلامية وعلى القواعد الإيمان والإسلام. الشيخ المداني كان بورقيبة ينظر له نظرة إكبار، نظرة رجل دين، رجل موافق، رجل مصلح، والطريقة الحقيقة كان عنده عليها فكرة طيبة بفضل المرحوم الشيخ بالقاسم الفري. لقد أتى الشيخ محمد المداني نور الله مرقده كالنسيم المعطر يزرع الحياة والنور في قلوب مريديه، فصقل مواهبهم وأثبت إيمانهم وقوى محبتهم في المصطفى عليه الصلاة والسلام، فصاروا كالمصابيح الذين يتلألأ ضياؤهم أينما حلوا، لأنهم تخرجوا من جامعة الشيخ محمد المداني الذي يقول: كنت أنفق فيها نفيس أوقاتي وساعاتي ونفائس معلوماتي لمن أهله الله من إخوان المؤمنين وعباد الله الذاكرين، قاصدا بذلك وجه الله الكريم. ولأنهم وجدوا في هذا الشيخ الجليل شيخا ناشرا للمبادئ الصوفية القائمة على الوقوف على أوامر الشرع العزيز والتمسك بتعاليمه الخالدة والتحلي بفضائل الأعمال وتصفية الظواهر والبواطن وضرورة معرفة أحوال العصر فكرا وعلما وحضارة. ترى الطريق المدني عند الرجال والمريدين في كل مكان وجهة سريان الماء في الأغصان والنور في الأركان، ونجح في إحداث طفرات في عقول الرجال وأخلاقهم وقلوب مريديه، فأجرى الله على ألسنتهم كلاما كثيرا طافحا بالمحبة لشيخهم
كلاما شعرا ونثرا نابعا من قلوب صادقة. والناجح الحقيقي هو الذي يترك الآخرين يتحدثون عنه، لا أن يتحدث هو عن نفسه. فلنستمع إلى بعض البذرات الشعرية والنثرية من نظم المريدين احتراما لشيخهم وإكبارا لمنزلته. سيدي إبراهيم الصغير، قصيد ذكر المحبوب. بحر المعاني إمام الشيخ المداني، عالم رباني ذكرنا دوما بالله. هو الإمام، هو غاية المرام، قطب الأنام، يا رب ارزقنا رضاه. سيدي سالم كركر 1914-1954 بوذر. قصيد الله الله عبدك ناداك. حبيب ربي قلبي يهواك، شيخ المربي ضاع سناك. مداني حبي سري ناجاك، صفي لي لبي من الإشراك. سيدي المرحوم سالم بن عيشة شراحيل 1886-1959. قصيد يا محلى ليالي الوصال. طلبتك يا ربي تنفعنا بسر المربي، المداني نورة قلبي مربينا تربية دلال. سيدي المرحوم عبد العزيز بوزيد من بحجر، ولد سنة 1895 وتوفي سنة 1966. لقد قال في ترجمته لأستاذه: فقد اقتفى أثر السنة النبوية، فكان رضي الله عنه فريد عصره في دماثة الأخلاق ومحاسن الشيم الموهوبة من واسع العلم والكرم، يشعر بها كل من جالسه واجتمع به وأبصر شخصيته الفذة. فمن رآه استشعر بأخلاق عالية ولطائف سامية غالية تظهر من قوله وفعله وحاله، وعلى صفحات وجهه الوضاء ولمحات عينه، في هدوء وسكينة ووقار تعلوه المهابة. كلامه حكمة وصحبته فكرة ونظره عبرة، فإذا تكلم نطق بالحكمة وفصل الخطاب، لا يسأم مجلسه جليس ولا يفتر من حديثه أنيس. غير هذا من الشهادات الصادقة المعترفة بفضله وتأثيره السحري في مريديه، وكذلك عامة الناس في المجالات الاجتماعية والعائلية والاقتصادية، حيث امتد إشعاع هذه المجالات، فكانت بصماته واضحة المعالم هنا وهناك، حيث توزع المريدون في كامل أرجاء تونس وخارجها. وتواصلت مسيرته على امتداد 49 سنة في الإرشاد والتذكير. وفي يوم الخميس 14 ماي سنة 1959 أسلم الروح إلى بارئها، فقد اختاره الله إليه، وهو لا يزال على عهده الأول من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فكان جديرا بما وعد الله به أمثاله، أن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ودفن هنا في زاويته في هذا الضريح، أوري الثرى وودع الجميع وتركهم يقولون له: نم قرير العين فإننا على العهد باقون، فلا الأنواء تسرعنا ولا الأعاصير تعصرنا. فكنز الصبر والثبات والصدق الذي أودعت فينا خير زادي. اليوم لا ننعاك يا قطبنا ولا نبكيك، إنك سيد الأحياء. يا قطبنا شخصك فوق كل قصيدة وكل كتاب وكل سورة. إننا على العهد الذي آنسته يا منهل التقوى وخير دوائي. واغفر لعبدك المداني ربنا، وأدخله جنة بها يتنعم.